أيضا يا غادة احنا مستمرين بفقراتنا وتقاريرنا. أيضا وصلنا إلى محور الآخر من محاور حلقتنا لهذا اليوم، راح نتحدث عن رياضة أخرى، رياضة مختلفة، هي رياضة السباق الثلاثي. وتعد هذه الرياضة، رياضة السباق الثلاثي، من أكثر الرياضات تحديا في العالم، تجمع بين 3 مسابقات متتالية مثل السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري، في اختبار حقيقي لقدرات الرياضة البدنية والذهنية. وتعتمد هذه الرياضة على التحمل والسرعة والانضباط، فضلا عن القدرة على الانتقال السلس بين مراحل السباق، وهو ما يجعلها أحد الرياضات الأولمبية المعتمدة منذ دورة سيدني عام 2000، وتحظى اليوم بانتشار واسع على المستوى القاري والدولي. أما في العراق بدأت رياضة السباق الثلاثي تشق طريقها نحو التطور خلال السنوات الأخيرة، من خلال تنظيم البطولات المحلية والمشاركة في المنافسات عربية وآسيوية وأيضا دولية، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة الممارسين وإعداد أجيال جديدة قادرة على تمثيل العراق في المحافل الخارجية. يا غادة. نعم يا نبأ. وأيضا يعد سلام عمار مدرب المنتخب الوطني واللاعب الدولي السابق، وهو أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في كتابة تاريخ هذه الرياضة في العراق، بعدما جمع بين تألق لاعبا والنجاح مدربا، ومحققا سلسلة من الإنجازات المحلية والعربية وحتى الدولية، وتوج بألقاب العراق في السباق الثلاثي، وأحرز اسمه لأوسمة ملونة في البطولات العربية والدولية، وسجل أيضا إنجازا تاريخيا بحلول ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم في بطولة العالم بأبو ظبي في عام 2022 لفئة الأكوا. وبعد اعتزال المنافسات عام 2023 واصل مسيرته في خدمة الرياضية من خلال تدريب المنتخب العراقي للرجال والسيدات، والمساهمة في تحقيق ميداليات عربية وحتى آسيوية، فضلا عن تأسيس أكاديمية متخصصة لتعليم السباحة مع رؤية مستقبلية وتهدف إلى نشر الرياضة الثلاثية مثل السباحة وركوب الدراجات وحتى الجري والفنون القتالية في مختلف المحافظات العراقية، وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل العراق بأفضل صورة في المحافل الدولية. نعم يا غادة، بتفاصيل أكثر نتحدث أكثر عن رياضة السباق الثلاثي مع ضيفنا المتواجد ويانا داخل الاستوديو الكابتن سلام عمار. يا صباح الورد والعافية كابتن، نورتنا، شلونك؟ صباح الخير ست، الله يحفظكم. صباح الخير والعافية. صباح الخير ست، الله يخليك. نعم. طبعا بالبداية نحب نشكر مدير قناة العراقية وكذلك مدير قناة العراقية فرع النجف، والمصورنا المبدع أستاذ رسول السفير، لأن دائما هم السباقين لنقل الأحداث الرياضية. هذا واجبنا كابتن، اللاعبين اللي احنا نعتبرهم مظلومين اعلاميا. نعم كابتن، احنا واجبنا بهذا الموضوع انه احنا نسلط الضوء على كل الرياضات وايضا على جميع الرياضيين والكل. من التوفيق للجميع. بالبدايه كابتن اذا اريد نتحدث عن بدايتك مع هذه الرياضه، شلون نشأت وياك؟ من اكتشف موهبتك؟ طبعا بالبدايه هي رياضه الترايثلون اجت حديثه للعراق تقريبا. نعم. بعد 2003 تاسس الاتحاد. نعم. 2005 بالعراق. احنا كنا لاعبين سباحه بذاك الوقت. طبعا انا من عائله رياضيه، يعني نعم. والدي هو مدرب محافظه وبطل سباحه سابق، فاحنا كنا نتمرن ذاك الوقت بالانهار وعندنا خبره مال السباحه لمسافات طويله. فلما اجى صارت بعد 2003 وصار اتحاد عندنا بالعراق، فاول سباقات اللي بادرنا بها بمحافظه النجف بالتحديد في قضاء المشخاب، ومن عدها تاهلنا للمنتخب والحمد لله شاركنا بعده بطولات عربيه ودوليه ومنها الى العالميه. طيب، من هو الشخص اللي له فضل كبير عليك في او خلال مسيرتك في هذه الرياضه؟ اكيد هو كل شخص ناجح يكون اكو وراء انسان ناجح. هو والدي هو كان دائما داعم لي، مثل ما قلت لكم هو رياضي ومدرب. نعم. فكان اكثر شخص يعني متابعني بالتدريب، وهذا حتى ما وصلت الحمد لله. نعم. شنو السبب اللي خلاك تختار هذه الرياضه رغم صعوبتها؟ طبعا شوف، احنا مثل ما قلت لكم لاعب سباحه انا سابق، كذلك لعبت دراجات هوائيه، وبنفس الوقت كنت لاعب ساحه وميدان، يعني عده العاب انا مشارك بها وعندي انجازات بها، فشفت نفسي انه استطيع انه اقدر. شفت نفسك في هذه الرياضه؟ في 3 لعبات اقدر. نعم. يعني اتميز بها الحمد لله. اي نقدر. ليش؟ لان
احنا عندنا خلفيه رياضيه سابقه بهذا الشيء، فالحمد لله تميزنا به. طيب شنو اللي يميز هذه الرياضه عن بقيه الرياضات الفرديه؟ طبعا هذه الرياضه هي رياضه اول شيء قويه وما يتحملها اي انسان، احنا نسميه دائما الرجل الحديدي. رياضه الترايثلون مو اي انسان يقدر يمارسها، وتشوفين الاشخاص اللي يمارسون هذه الرياضه هم انسان يعني مختلفين عن البشر العادي. ليش؟ لان عند الفحوصات الطبيه تلقي القلب مالته مضخم الى يعني درجه كلش عاليه، تشوفين اللياقه جدا عاليه مختلفه. عده فحوصات جرينا على هذا الموضوع، فشفنا انه الاجسام اللاعبين ترايثلون مختلفين عن الرياضات الاخرى. زين، اصعب شيء يعني بهذه او في مرحله السباق الثلاثي، يعني هي السباحه ام الدراجات ام الجري؟ شوف الست، هي كل اللعبات هن صعبات، بس بالبدايه هي السباحه. ليش؟ لان تعرفين احنا سباقاتنا عندنا 4 كيلومتر، عندنا كيلومتر، عندنا كيلو ونص متر، لان اكثر شيء يكون سباقات بالبحر، تعرفين امواج البحار. نعم. فمو مثلا سباق بمسبح ومأمن انه اكو منقذ يمك، اكو يعني بحر اول خطوره. فشوفين اول رهبه السباقات هي من رهبتها هي كافيه. يعني السباحه خلينا نقول اصعب؟ الاصعب اكيد، لكن احنا كلاعبين وخبرتنا من خلال السباقات نعرف ننظم وقتنا من خلال سير السباق، لان تعرفون السباق الاول يمتد على 1500 متر سباحه، وبعده يجي 40 كيلو متر دراجات هوائيه بالتتابع، بعدها يجي 10 كيلو جري. تخيل صعب الموضوع؟ اكيد كله صعب. كله صعب. تخيلوا مسافه يعني بدون توقف، بدون تغذيه، يعني لهاي المسافه. وبالمناسبه يعني عندنا السباق الايرون مان، السباق الايرون مان تقريبا 3 كيلوات و800 متر سباحه بالبحر، ويجي 180 كيلو متر دراجه. تخيل المسافه 180 كيلو متر، يعني مسافه كلش كبيره. وبعدها يجي ال 42 كيلو متر جري. تخيل المسافه، يعني انت على مدار 8 ساعات الى 10 ساعات انت خلال السباق، يعني خلال السباق النبض ما ينزل تحت ال 170 180 للقلب. نعم. طيب كابتن، يعني هي هذه الرياضه مثل ما ذكرت حضرتك هي رياضه مو سهله وصعبه كلش. طيب هنا اللاعب لازم يحتاج يكون نفسيته يعني او حتى بدنيا انه هو يكون جاهز قبل اي بطوله يدخلها او قبل اي مشاركه. فانتم اليوم بكونك مدرب كيف تهيئون اللاعب وتخلونه هو مستعد نفسيا وبدنيا قبل اي بطوله؟ طبعا انا احكي عن نفسي، كنت يعني قبل كل بطوله مثلا اقل شيء 6 اشهر يكون عندي التزام جدا عالي بالنوم، بالتغذيه، بحالتي النفسيه. اي شيء احسه ياذي نفسيتي ما راح اتقرب عليه، لان يحتاج، تعرفون انتم ليله السباق ممكن الانسان العادي ما ينام من قد الرهبه، يعني يحس نفسه باكر، يعني عنده مو فقط سباق، عنده وكانه ما تقول رايح على حرب. نعم صراحه يعني سباق مسافات طويله، يعني مسافات طويله. نعم. ممكن يعني تفقد حياتك لا سامح الله من خلال شد عضلي. صارت عندنا بعض السباقات. فهذا لازم يكون استعداد عالي. احنا من خلال وانه بالتدريب المنتخب اللاعبيني، يعني الصراحه اول شيء انا اسحب التليفونات من عندهم، لان التليفون هو العامل النفسي الاذيه لكل اللاعبين. هذه خطوه انت لازم تسويها. هو الخطوه متابعتهم، متابعه النبض من يصحى من النوم، ناخذ النبض مالته بالتدريب. نبض القلب هو راح ينطيني كل اشعاره خلال اليوم للاعب، خلال ينطيني نبض القلب، ممكن مال الاسبوع اللي ورا ينطيني. زين كابتن، هم اكو لاعبين يعني قبل السباق او قبل البطوله يعني صار عندهم انه هاي الرهبه، الخوف بالقلق النفسي، دقات قلبهم ما منتظمه. هاي الحاله شنو اللي قدرتوا انتم تسووا؟ يعني عندكم مشاركه مثلا باكر اول يوم واللاعب انه مثلا دقات قلبه ما منتظمه. اي يصير عندنا هاي الحاله، بس هاي من رهبه، من أكيد تفكير، قلق. اكيد. شلون راح تتلافون هذا الموضوع او تعالجوه؟ هاي الرهبه موجوده، بس احنا دائما من نوصل لهيك مرحله احنا راح نقعد ويا اللاعب. نعم. اولا نعطيه الحريه الكامله بذاك اليوم وما نضغط عليه، ونقول له مثلا احنا باكر صح عندنا سباق، بس خليه شنو التدريب، لان احنا التدريب، المراحل التدريب اللي واصلين لها اصعب من السباقات. يعني تتخيلون متدربين تدريبات شاقه اصعب من السباقات نفسها. فاحنا قال اعتبرها مثلا باكر عندنا وحده تدريبيه. فاحنا يعني بطريقتنا عندنا طريقه للتحدث مع اللاعبين. نعم. من خلال كلامنا وياه يهدأ. اكيد توتر اللاعب، يعني قلت لك قبل ليله السباق صراحه ما يقدرون ينامون، لان شد عضلي يصير نفسي كل شيء عليهم. نعم. طيب يعني ايضا شنو يعني لك بان انت تكون افضل 10 لاعبين في العالم في فئه الاكوا، وبنفس الوقت انه شنو اكثر انجاز تحسه قريب لقلبك وممكن ما راح تنساه خلال مسيرتك؟
طبعا ست اني بطل عرب لسنوات وصاحب رقم عربي. نعم. يعني ما يقارب 7 إلى 8 سنوات انا بطل عرب وعند الترتيب الاول، وبفارق يعني كبير عن المصنفين العرب المغاربه او المصريين. يعني نعم. العراق احنا الصراحه مميزين بهذه الرياضه كنا في ذاك الوقت، واقرب انجاز الي هو البطولات العربيه، لان كل سنه العراق حاجز مقعد وميداليه ذهبيه بهذه البطوله. كذلك عندنا الانجاز اللي هو اللي نعتبر احنا الانجاز الاصعب، انه يعني لا تتخيلون مركز 9 على العالم. احنا المصنفين هم الابطال اللعبه هم الامريكان، الامريكان كانوا يجون ورانا بالمركز العاشر و11 و12. حلو. يعني احنا يعني هذا الانجاز مو فقط انا جبته من اجل انه فقط لاعب عراقي حصل هذا الانجاز، لا هو يفتخرون كل العرب هذا الانجاز، لان ما عندنا مصنفين صراحه باللاعبين الدول الخليج او العرب الافارقه. ايضا اذا نتحدث عن واقعها اليوم هذه الرياضه، شلون نشوف اليوم واقعها بالعراق؟ والله للاسف واقع الرياضه للاسوء، واقع الرياضه للاسوء، لان ما عليها دعم، ما عليها تسليط اضواء يعني من خلال اولمبيا او وزاره الشباب، يعني ما عندها ميزانيات كافيه. تكفي تعرفون انتم هذه الرياضه، يعني انا كنت اجيب المعدات مالتي اكثر من 10,000 دولار معداتها، يعني الدراجه الهوائيه توصل الى معدات هوايه، يعني معدات كثيره، يعني اكثر من رياضه، 3 خلينا نقول 3 رياضات، وكل وحدين يحتاج تجهيزها مختلف، تجهيز كامل، يعني نعم. اكثر من 10,000 دولار انا كنت اجهز سنويا لهذه اللعبه، وكلها من جيبي الخاص. لان تعرفون احنا هذا ما عندنا انديه داعمه، وزاره الشباب ما تنطي يعني نعم. للانديه وتكون مثلا اللاعب عنده راتب مجزي او شيء، احنا لاعبين نشتغل على حسابنا الخاص حتى نحقق شيء يليق باسم العراق. نعم. الاتحاد بوقتها ما قصر وياه، لكن هسه الصراحه الاتحاد ما عنده ميزانيه تمشي امور هي هاي التحديات اللي تواجهوها اليوم في انتشار هذه اللعبه بالعراق، لو اكو غير تحديات؟ يعني ما فهمت السؤال صراحه. انت قلت انه اليوم واقعها صعب، انه ماكو لها دعم، ماكو لها انتشار، يعني هاي ابرز التحديات اليوم، انه قلت انتشارها في العراق هذه اللعبه بسبب انه قلت الدعم المادي وتسليط الضوء عليها. اكيد اكو اسباب اخرى. شوف راح اقول لك شفت شيء، يعني احنا كلاعبين، انا عندي عائله، متزوج، عندي اطفال. نعم. انا كنت لاعب ومتزوج عندي نعم. اطفال، يعني انا من اريد اترك عائلتي ما يقارب باليوم 10 ساعات اوصل بالتدريب، بالمقابل لازم يكون اكو راتب مجزي حتى امشي امور حياتي وامور عائلتي، صح لو لا؟ فشوفون اغلب اللاعبين هذه اللعبه هم حالتهم العفو الماديه صعبه. ومن اجى كلها من الارياف اللاعبين اللي يحبون يعني شلون يوصلون للعالميه. هو بالمناسبه عندنا ابطال من الديوانيه وصلوا للعالميه بالاخير، ليش تعبوا على نفسهم؟ لكن هسه وصلوا مرحله انه ما يقدر بعد يصرف من جيبه، يعني يوصل حد. كنت توني دارد اسالك انه برايك من خلال مسيرتك الرياضيه، انه تشوف انه العراق يمتلك خامات رهيبه ومواهب هي قادره ممكن على المنافسه سويا وعالميا حتى؟ شوفوا ست، واكو اسماء الرياضي العراقي مو فقط بلعبتنا، نعم. الرياضي العراقي بكل الالعاب هو يمتلك خامات وقامات عندنا، يعني ما نشوفها بباقي اللاعبين من الدول الاخرى الصراحه، يعني اللي رغم التحديات، رغم انهم قله الماده، ترى كل رياضيين الابطال ابحثوا عن تاريخهم قليلين الماده ويوصلون للعالميه، كيف لو كان عندهم دعم مادي كان اختلف الوضع. يعني احنا عندنا اللاعبين دول الخليج نعم. لما تجي تساله يقول لك ايش قد راتبك بالشهر، يوصل 10,000 دولار، تجي للاعب العراقي تقول له ايش قد راتبك، اقل من 100 دولار، شوف الفرق كلش كبير. ورغم هذا عندنا انجازات عاليه، الاتحاد العراقي مميز بهذه اللعبه. نعم. ايضا حدثنا عن تجربتك، انت كنت مدربا لمنتخب الرجال والسيدات، ما ابرز الانجازات اللي حققتها؟ والله بعد اعتزالي 2022 بطولة أبو ظبي بطولة العالم استلمت مهمة التدريب. بالمناسبة أنا كان عندي ترشحت بها الأسبانيا أنه إحنا العشرة الأوائل نروح نلعب بطولة العالم، لكن ما رحنا وكملنا الطريق، اعتزلنا بظروف خاصة. فالحمد لله 2023 أول ما لزمت المنتخب أخذت البنات واللاعبين أخذت 3 إلى 4 لاعبين للبطولة العربية، حرزت على 6 أوسمة للعراق. نعم. يعني في أول مهمة تدريبية الحمد لله العراق حصلنا على 6 أوسمة ملونة في ذلك البطولة، وبعدها امتدت على البطولة العربية اللي بعدها كذلك كان العراق مميز عندما كنت لازم المنتخب الوطني. ومن رحنا مثلا بطولة آسيا كان عندنا تصنيف دولي، البطولة اللي كانت بالبحرين كذلك عندنا
تصنيف دولي. بعد ال 25 انا قدمت استقالتي للمنتخب لظروف خاصه بذاك الوقت، لكن الحمد لله لاعبين العراق حققنا كمدرب ومعهم يعني انجازات انت كلش قررت كبيره. تعتزل فقط لظروف معينه في وقت، يعني انت يعني كنت يعني لا تزال تحقيق نتائج مميزه حتى. والله ستة الصراحة أنا قلت لكم أنا عندي شغلي الخاص. نعم. يعني إذا أظل مع المنتخب خلينا نحكيها، خلي الناس كلها تعرف. نعم. أنه الدعم المادي، يعني أنا ما ممكن أنه أعمل بمجال ممثل منتخب العراق براتب 250,000 حتى الله ما هذا يقبل السبب هذا الشيء. الرئيسي ممكن لاعتزالك؟ لا هي مو هالمشكلة. نعم. أنا دائما أقول المادة هي اللي تسير أمور الإنسان. أكيد. فأنت مدرب منتخب وطني تعمل 250,000 دينار زين ما يصير، بينما انا عندي عمل خاص والحمد لله اشكر ما محتاج هذا الشيء، بس انا اريد اقدم شيء للعراق. ان شاء الله. اذا نتحدث عن يعني المشروع الاكاديمي الرياضيه، ما هي رؤيتك على هذا المشروع؟ ما الهدف اليوم انت تسعى الى تحقيقها؟ والله شوف انا اعتمدت على نفسي واسست اكاديميه بالعراق. نعم. كذلك اشوف اكاديميات بالعراق هي الهدف منها انه نخلص اطفالنا من حالات الغرق. حاليا نعم. موجوده على التواصل الاجتماعي كل سنه نشوف نعم. حالات غرق مستمره بالمحافظات. احنا عندنا نعم. مثلا بالنجف بالكوفه قبل لا اسس الاكاديميه كان بالاسبوع حالتين الى 3 حالات غرق. هسه حاليا السنه يعني خلال 4-5 اشهر كان عندنا حاله واحده. الحمد لله عندنا احصائيات سابقه نعم. انه سوينا النتائج انه نخلص محافظتنا وكل مدرب يعمل من محافظته وانه نقضي على هذا الحاله الله. من خلال هذا الموضوع. اضافه لهذا الموضوع احنا اطفال هذا الجيل للاسف اكثريه تستخدم تليفونات وايباد. هذا شوف ترى هاي الى مرحله التوحد، وانا دائما احكيها من 60 الى 70% من اطفالنا صايبهم التوحد، واطفال ما يعرفون الاهالي بهذا الموضوع. فمن خلال اكاديميتنا بدنا نشتغل لهم انه علم النفس تدخلنا، جبنا معالجين بهذا الشيء، واضافه الى تعليم السباحه، فانتجنا ويعني اشتغلنا اكثر من المراكز اللي هي خاصه بالتوحد نعم. بالنسبه للاطفال، يعني كانت فائده كلش كبيره بالمحافظه. يعني الكابتن سلام عمار مدرب المنتخب الوطني للرياضه الثلاثي، شكرا لك.